يظن كثيراً أن المواطنة تعني حب الوطن، ولكن الحقيقة أنها لا تعني ذلك فقط، بل هي مفهوم غربي بدأ قبل الميلاد مع الحضارتين اليونانية والرومانية، وكان له معنى خاص في هاتين الحضارتين. وكان هناك تمييز بين مضمون المواطنة في كل من مدينة أثينا ومدينة إسبارتا اليونانيتين، ثم أخذ معنى آخر في مرحلة العصور الوسطى في أوروبا، ثم أصبح له معنى ثالث في العصور الحديثة. المواطنة بشكل بسيط وبدون تعقيد هي انتماء الإنسان إلى بقعة أرض، أي الإنسان الذي يستقر بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساو مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي إليها. ويترتب على المواطنة الديمقراطية 3 أنواع رئيسية من الحقوق والحريات، والتي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين في الدولة دون ما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو أي وضع آخر. وهذه الحقوق مدنية، سياسية، اقتصادية واجتماعية. الأهم والأكثر ندرة في مجتمعاتنا العربية هي الحقوق المدنية، وهي تعني حق المواطن في الحياة وعدم إخضاعه للتعذيب أو للمعاملات السيئة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية، أو الإحاطة بالكرامة وعدم إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي مواطن دون رضاه، وعدم استرقاق أحد والاعتراف بحرية كل مواطن طالما لا تخالف القوانين أو تتعارض مع حرية الآخرين. حق كل مواطن في الأمان على شخصه وعدم اعتقاله أو توقيفه تعسفياً، وحق كل مواطن في الملكية الخاصة وحقه في حرية التنقل، حرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليها، وحق كل مواطن في المساواة أمام القانون. الخلاصة: المواطنة مفهوم ذو مضمون ثقافي وسياسي واجتماعي واقتصادي، ولا يعني حب الوطن فقط، وهو مرتبط بتكون الوطن الأمة نتيجة عناصر ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية ودينية في عصور متتالية. وقد فشل الفكر القومي العربي الذي قاد المنطقة في 100 سنة الماضية في توليد قيمة المواطنة، لأنه فشل في تحديد عوامل بناء الأمة، لذلك لجأ إلى الروابط الدنيا من طائفية وقبلية وعمل على إحيائها من أجل إحكام سيطرته على شعوب المنطقة.